عملت ما يقارب 40 عملا دراميا. عندما يأتي آخر يوم تصوير نفرح جميعا، إلا أنني في هذا العمل ذي قار ترحب بكم بكيت وحاولت أن أخفي دموعي عبر الابتسامة. تجربة مغايرة، بحث لمدة 5 شهور، كل يوم نقضي ساعات طوال. تعرفت على شباب مبدعين عازمين على الحياة عبر بصورة جمالية يروها بأعين لا يراها الآخرين. شباب خلوقين ينادوني بي بابا. سأفتقدهم لأنهم أعادوا لي روحي التي غابت منذ سنين. شكرا ذي قار، شكرا مصطفى الركابي، شكرا لكل كادر مسلسل ذي قار ترحب بكم. تعلمت منكم الكثير، وسعيد أني سأعود إلى الشاشة الفضية عبر هكذا منجز رصين. أحبكم، وإلى جمهورنا أقول: انتظرونا في رمضان بأكبر عمل درامي عراقي ترحب ذي قار. ترحب بكم كواليس اللحظات الأخيرة من تصوير مسلسل ذي قار ترحب بكم. يعرض المسلسل في بداية محرم. بسبب الأحداث التي تدور في المسلسل حصلت في شهر محرم، أي هناك ارتباط بين موعد عرض الحلقات وأحداث المسلسل. المسلسل شهد عودة النجم أموري برفقة أمير أبو الهيل، نجوم ولاية بطيخ. رأيكم، هل سوف ينجح